السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة سلمى أم زياد. إلا كنتوا أول مرة تدخلوا القناة ما تنسوش تضغطوا على زر أبوني أو الزر الأحمر زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد إن شاء الله. اليوم ان شاء الله غنوجدوا مع بعضياتنا كيكه يوميه بنكهه الحامض اللي كنتمنى انها تنال اعجابكم. بالنسبه للمقادير عندنا كنعبروا هنا بالكاس ديال العنبه، عندنا 4 ديال البيضات وكاس ديال الزيت، كاس ديال سنيده، كاس ديال الحليب وكاس ديال عصير ديال الحامض او الليمون، ومع القشور ديال الحامضه، 2 خمارات وواحد الفانيا ومليحه. بالنسبه للطريقه، اول حاجه كنسبقوا هي البيض باش كنطلعوا داك البيض مزيان، وهذا من اول واهم الاسرار باش كتجي الكيكه طالعه وناجحه، ان البيض خصو يتخدم مزيان حتى كيطلع لينا. هنا غادي نديروا 4 البيضات ومليحه وفانيا وكاس ديال سنيده وكاس الزيت، وغنخدموهم مزيان يا اما بالطراب اليدوي يا اما بالعجانه على حسب المتوفر عندكم. هنا غادي نضيفوا المقادير اللي بقات لنا بالتدريج: كاس ديال الحليب وكاس ديال العصير ديال الحامض مع قشور ديال الحامضه. غادي نضيفوهم وغادي نطربوا واحد شويه وغادي نحبسوا، وغادي نكملوا غير بايدينا اولا بالطراب اليدوي باش نكملوا بالدقيق وبالخمارات هذوك نخلطوهم غير بايدينا من الاحسن باش ما نهبطوش البيض. هنا غادي نبداو نضيفوا الدقيق. انا اختاريت باش ندير لكم الدقيق يعني بالعبار ديال كاس العنبه باش يجيكم هذاك الشيء مضبوط. انا هنا درت الكاس الاول درت معاه 2 خمارات وغادي نحرك مزيان بالطراب اليدوي مزيان غير بشويه باش ما تهبطوش هذاك البيض. هنا غادي نضيفوا الكاس الثاني ونصف الكاس الثالث باش تشوفوا دابا المقادير يكونوا عندكم مضبوطين ديال الدقيق وكل شيء. هنا الخليط ديالي احتاجيت فيه كيف شفتوا 2 كيسان ونص، وغادي نخلطوهم مزيان. هذا هو الشكل النهائي ديال خليط الكيك. ملي كتهزوه كيعطيكم خيوط اللي كتبان واحد شويه ومن بعد كتختفي، عرفوا بلا العجين ديالكم راه جاهز. دوزو دابا الاهم مرحله اللي هي هذه اللي هي هي الدور اللي عندها دور كبير في ان الكيك ديالنا كيجي طالع والعجين ديالو كتجي رطبه ورائعه وما كيجيش مدقس. هو معلقه ديال الخل ومعلقه ديال الماء كنخلطوهم وكنحطوهم مباشره. كنحطوا الخليط ديالنا في واحد المول اللي كنكونوا ديجا دهناه يا اما بالزبده يا اما بالزيت ونرشوه بالطحين. صافي الفران في هذه الاثناء راه كيكون بارد ما كنشعلوش حتى كندخلوا الخليط ديالنا اولا الكيك ديالنا عاد كنشعلو من التحت لدرجه حراره 180 درجه وكنخليوها حتى كطيب وكنحمروها شويه من الفوق وكنخرجوها. انا هنا الكيك ديالي ها هو طاب كيخرج محمر وزوين والرائحه ديالو ما شهيتكم فيها كتجي رائعه، كيجي لذيذ والريحه ديال الحامض عاطيه غزاله بزاف. نتمنى انكم تجربوا. انا هنا اختاريت نزين بالكونفيتور اولا اللي متوفر عندكم. انا هنا درت العسل ديال الليمون وفوق منه درت الكوك. انا كيعجبني المزيج ديال الكوك مع في الكيكه ديال الحامض كيجي زوين بزاف، كتجي المذاق ديالها لذيذ بزاف. صافي هنا غنكملوا التزيين ديالنا وغنوريكم يعني كيفاش دايره من الجناب كيفاش دايره من الداخل. غنقطعها لكم حتى تشوفوها من الداخل بحال اش دايره. هذه هي الكيك ديالنا كتجي طالعه وزوينه وكيف قلت لكم رائحتها كتشهي كتجي زوينه بزاف. كيكه يوميه، كيكه بسيطه سهله. الناس اللي ما عمرهم جربوا الكيك هذه فرصه انكم تجربوها. اتمنى انها تعجبكم وانكم تجربوها وتستقلكم وتجيكم زوينه ورطبه وطالعه وناجحه ما تدقس لكم ما والو ان شاء الله. تبعوا غير الخطوات والمقادير خطوه خطوه وان شاء الله غتجيكم زوينه بزاف.
هانتوما كتشوفوا كيفاش كتجي رائعه مثقبه من الداخل ورطبه وهشيشه، رطبه بزاف، والاهم كتجي لذيذه وناجحه. كنتمنى انكم تجربوها وتعجبكم، ونشوفوا ان شاء الله فيديو جديد وشهيوه اولا وصفه جديده. كنشكركم بزاف على المتابعه ديالكم. الى عجبكم الفيديو ديروا جيم وشاركوه مع اصدقائكم، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.